احنا النهارده جينا 57. حازم جه النهارده يتبرع ليه ولاصحابه في 57 واعطاني شهاده عيد الام. شكرا جدا. انا اول ما حازم تعب توجهنا لمستشفى 57 واخدنا دور عادي جدا في الانتظار، وبعدين الحمد لله بفضل ربنا دخلنا المستشفى. وحازم كان عنده لوكيميا في الدم، مرحله صعبه جدا. من بدايه الجرعات بتاعته حازم تكدست فيه كل مضاعفات الكيماوي، واصيب بشلل رباعي لفتره طويله جدا، واصيب بارتداد اكتر من مره، واصيب ان هو اخذ علاج مكثف مع علاج اشعاعي مما ادى الى توقف القلب مره، والحمد لله ربنا نجاه وعينه فقد بصره لفتره مرتين لفتره طويله. وبعدين الحمد لله ربنا اراد لحازم الشفاء، والحمد لله احنا سعيدين جدا ان احنا في المكان في المستشفى 57، وبنشكر دكتور احمد عماد جدا انه على لطفه وكرم ربنا لينا، وبنشكر دكتور شريف ان هو اب روحي لكل الاطفال الموجودين في مستشفى 57. وبشكر ربنا وان هو نجى حازم كتير جدا من كل الحاجات اللي احنا عاصرناها فيه. انا كان قلبي بيتقطع على ابني كتير، وعمل عمليات كتير جدا في المستشفى، وبفضل ربنا الحمد لله بفضل المستشفى ربنا نجانا بمبالغ كبيره جدا. احنا ما كناش نقدر ان احنا ندفع المبالغ ديت في علاج حازم، والحمد لله بفضل تبرعاتكم وبفضل ربنا. اتمنى كل حد يعرف حازم او ما يعرفوش ان هو يجي يتبرع لحازم اخواته في مستشفى 57 357. انا امي راضيه